من مين؟ من اعضاء المجالس المحليه والوحدات المحليه اللي تخص الحزب الوطني سابقا، ودول بيتحركوا دلوقتي لا يعني بشكل واسع حضرتك جدا. متوقع ان هم يتحركوا في الانتخابات اللي جايه كمان؟ لا هم بداوا يتحركوا بالفعل، وبداوا لسه يعني كان جاي لنا بعض الاتصالات حتى قبل الهوا دلوقتي عن تحرك وحدات المحليات بالكامل. الناس كلها بتتحرك رغم انهم ما اتحركوش وما ظهروش في انتخابات الشعب الاخيره، كانوا في حاله كمون كامله يعني، لكن بداوا يظهروا ويتحركوا بقوه، وبدات لصالح مرشحين بعينهم، لصالح مرشحين بعينهم، لصالح الاثنين المرشحين احمد شفيق وعمرو موسى، والاكثر هو احمد شفيق. وفي حاله من حالات الفقر اللي موجوده، والرغبه في انهم يثأروا بانه يفرضوا مرشحهم. ايوه، ايه دلالات التحرك ده؟ التحرك ده ايه سماته؟ شكله عامل ازاي؟ يعني بيتحركوا في البيوت، بيوعدوا او بيتفقوا مع بعض القيادات انهم لو جابوا مثلا عندك الشيخ الحاره في منطقه شعبيه هيجيب اللي موجودين اللي عندهم اللي من حقهم ان هم يدلوا باصواتهم على ابواب اللجان. وطبعا احنا عارفين الحاله اللي بتبقى موجوده على ابواب اللجان كانت زمان وقت الحزب الوطني، فده بدا يحصل بالفعل التاثير على اراده الناخب. بدا ده استخدام المال هيحصل على ابواب اللجان. طيب عشان نبقى منصفين، كل المرشحين بيحاولوا يتعاملوا معاه بشكل او باخر، بس انا بسالك على يوم الانتخابات. يوم الانتخابات هيبقى فيه مال على ابواب اللجان، هيبقى فيه البلطجه المعتاده بل واكثر. اتوقع ان للاسف هيبقى فيه دماء بالقياس باللي حصل النهارده مثلا في مؤتمر كان فيه انصار احمد شفيق ومعارضيه، بالقياس على اللي حصل داخل نقابه الصحفيين. لك ان تتخيلي ايه اللي هيحصل على ابواب اللجان، مش بقى في المدن، مش في القاهره واسكندريه والمدن اللي هي هتبقى متغطيه بالاعلام، لكن تصوري اللي ممكن يحصل بقى في قرى الصعيد والنجوع وكذا.